سيدي. نقدم قصيدة يا أبو محمد للأخوان المشاهدين إن شاء الله. أقبل الصيف المهيف اللي تنش عدوده، والرشا زلت بها الجوزة على مبداها، وابتدت أبها تهيجم بالغلا وتعوده، ولبست ثوب زهت له قبل ما يزهاها، كأنها من مزنها اللي دونها محسودة، وكان ما يحلى الكلام إلا على طريقها. فاتن انهجت البيبان الهوى وسدوده، كل ما مر السحاب من الحياة حياها، وانغفى وافي هدبها في جنان السودة، هل هتانه وشوقه مسامره صحاها في محبة شاعر الجيلين وتلجود سيد ما رابها النايف هناك، وباها لو مداهي شل قصايد ما تكن حدوده، مير اشوف بها ما بين اللي كتبها اغلاها، ولو ما هي في ذر اللي ما يرامه سنوده، كان يكفيها شموخها لا رحم بجناها. عقبها يبها امانه وانت يا المنشوده، لا نشد سلي وقف بين العيون وماها، مرهف مدري وش اللي باقين ويكوده، كل ما مرت طعونه المرمسات احياها، وادعي جنفه حقت عن بدر الليالي جعوده، وانت يدرى ذلذتها القمره على مسراها، علميها عن الزمان وعن فعايل سوده، مير ما يدري عن عيوني وعما جاها، يا طويل العنق ما ينسى الكريمه وعوده، وانت سجاج الضلوع اللي يعرفها اقصاها، حال دون الوصل وقت ما تذعذع نوده، لين صب السهر في عين الشقاء واعماها، وانت لحقت اخر ايامي وحل قيوده، حالف اني للحق الروح الشفي سلواها، لقطف من الغصن يا راح الجديله وروده، والثمان اني لذوبها ولا والله. الله صح لسان. صح بدنا نكمل. معنا الاخ عدنان الدخيل من عندنا من قطر. يا مرحبا. يا مرحبا. يا هلا يا هلا. مساكم الله بالخير جميعا. مرحبا ابو خالد. وحي الله كل باسمه على قولة خالد العتيبي. الله يحيي بالك ابو خالد. اول شيء انا عاتب يعني على اخوي خالد العتيبي، هو يعرف اني في قطر ولكنه ما علمني، لكن التمس له العذر ربما انه كان ناويها مفاجاه. وايضا هذه يعني من بركات تلفزيوننا الحبيب تلفزيون قطر. اول عمرك يسلمك. انا والله بس حبيت وانبسطت بالمفاجاه هذه. الله يسلمك. لان خالد من اجمل الشعراء الحقيقه اللي قدمته الساحه خلال ال10 سنوات الماضيه. الله يطول في عمرك. اي بس انا حبيت اشكركم، ايضا اطلب في قصيده. طبعا انا عارف خط البرنامج الخاص بالشعراء النبط، ولكن خالد يعني الكل يعرف انه شاعر فصحى، له قصيدة في عنوانها ابو المسالك. وهي من اجمل قصائد خالد يعني. الظاهر لها سبب. ضحكت ابو محمد. والله لها سبب. خالد يا ابو محسن غالي علي كثير. الله يطول بيني وبينه تفاصيل كثيرة. عموما بس حبيت اشكركم واشكر برنامجكم اللي دائما يقدم الشعراء بطريقة جميلة. اتمنى للجميع التوفيق. ايضا اذا خالد ذاكرته تخونه بالقصيدة هذه، خالد عنده قصيدة انا اتذكرها، هي من قديم خالد لكن من جميله اللي تعودناه. انا اتذكر وانا لوهي على ضيم الزمن ما ثني اعتادي، الى مني قبست بعزتي يا روق يا برقة. ما ادري ابو فهد تذكرها؟ الله يطول عمرك. والله ما اتذكرها يا ابو خالد، لكن نعوضك ان شاء الله مثلها طال عمرك. الله يطول في عمرك. عموما حياك الله في قطر، وانا فخور فيك لانك شاعر سعودي ومن بلدي الغالي المملكه العربيه. شكرا للزميل عدنان الدخيل، والله يحييك واحنا شاكرين لك مداخلتك. طول في عمرك. وابو خالد سبقني يعني بالعتاب، بس احنا نتعاتب ان شاء الله بعد البرنامج يا ابو خالد. لا هي المفاجأة طيبة بعد. هي المفاجأة طيبة، لكن هو سبقنا بالعتاب والعتاب عندنا ان شاء الله. نعم. القصيدة ما ادري ما احفظ القصيدة فصحى، هو يعني على اساس يخلينا اقول القصيدة الثانية ربما. نعم. لكنها مين في الذاكرة. نعم. ابو محمد، هناك يعني قصايد ما ادري شو الاسباب لها طريقة اللي هي السيف، الذيب، ولا العقاب، عناوين هالقصايد الثلاث. تروع يعني ابو محسن. ما ادري لها فيها ما فيها، ما ندري وش وراها. نبي اسبابها وتقدم لنا واحده منها ونحاول نقدم الباقي ان شاء الله. بالنسبه للقصايد هذه ابو محسن، انت ادرى ابو محسن من إذا كان غموض القصيدة بشكل يعني فج تسيء وتنقص جمال القصيدة، فبالتالي شرح القصيدة أيضا يسيء. أنا أتوقع أنه يسيء. إذا نقدم واحدة منها وهي تشرح نفسها. أنا أقول أنها عبارة عن إسقاطها القصيدة من خلال. نعم، نقدم واحدة منها. وش اللي تبغانا نقدم؟ اللي تهوى. العقاب،
الذيب، السيف، كلها عناوين. أبشر طال عمرك. يا ذيب يا طلق الشواجع والمخالب والنياب، لا يا عقيد البيد ودروب الليال الممحلة، لا يا دليل الموت لا هب الهوى والنجم غابت للنضا قامت تراتع بالقيود المزملة، بيني وبينك شي غامض كأنها أطراف السراب اخطيت في كل المعاني بين أعرفه وجهته. يمكنني يعوي بين قافين الورق وشاب شاب، ولا انطرسك من ضلوعك والقوافي مهملة، يذيب من وين اصفك من حربتينك والشهاب، ولا التفافك في عفافك والذراع، ومن جللك صدمة الرائد ولك خطفة مثل برق السحاب في سكنة اللحد، ولك حمول الرياح المشبلة. يذيب من وين اصفك من حربتينك والشهاب، ولا التفافك في عفافك والذراع، ومن جللك صدمة الرائد ولك خطفة مثل برق السحاب في سكنة اللحد، ولك حمول الرياح المشملة. لك وانت تزحف للطريدة ذلة اللي توتاب، لك وانت تعوي كبر من لا يرتجي تالع مله لانكفت مثل السيل، ولا لا غزيت انت العقاب انصدتها، لك لثة حجاج الكريم المقبل، وكن العولي شل رعاش الفرايس والهضاب اول دعا لله بالتوفيق، وتل البسملة وقفات بن هند انقضاب الضاري وطعنت ذياب في طيب شالح في ذك ابراهيم باشا ومهله. وقفات بن هند انقضاض الضاري وطعنت ذياب في طيب شالح في ذك ابراهيم باشا ومهله، يا مضرب الفريس في السطوه وفي فك النشاب يا متعب الساطي، ويا هيف الجبان ومقتله امنت لك في ما مضى غارات وطعون وصواب وفجوج ورقاب ومراقيب وقنيب ومنزله، واليوم اشوفك تبسط الذرعان وتضم التراب، غيبت في وقت غدا عليه من حدر اسفله، وان قلت انا رجل الليال السود ما فيه ارتياب، من البلن الوقت هذا ما يبي له مرجله. حسن، شفت الذيب يا خالد؟ شفته طال عمرك، شفته بعينك، اذا وصفته وصف وافي وكامل. الله يطول في عمرك. معانا شاعر معيض العتيبي من السعوديه، مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام. مسيت بالخير يا ابو محسن. مساك الله بالنور، يا هلا. اول شيء والله نحن شاكرين لك على البرنامج. لا شكرا عليك، الله يخليك. وليعتبر قناه بين الشاعر وجمهوره، وانا احد جماهير الشاعر الجميل خالد العتيبي. الله يسلمك ويحييك. ايامك. والله في اكثر من نقطه، لكن انا بسال عن هل يرى خالد العتيبي ان فيه ازمه في القصيده المحفوظه؟ احنا كنا نحفظ قصائد الشعراء الاجيال السابقه، في الوقت الحالي ما في قصيده محفوظه للشعراء، ما ادري ايش الاسباب. ابغى اسال السؤال هذا. في نقطة ثانية عن الشعراء في الخليج، أنا ما أشوف في التعاون يعني كبير بينهم. يا ليت نسمع الشعراء في قطر، في الكويت، في السعودية، في الإمارات يكون بينهم تعاون أكبر. ما أدري إيش رأيك في النقطة هذه؟ شكرا لكم أبو شكرا لك يا معيض. تعاون من ناحية إيش طال عمرك؟ في ناحية الشعر أكيد بيكون من ناحية الشعر أمسيات مشتركة يعني الشعر في الخليج، برامج الشعر مثل البرنامج هذا. شكرا لك يمكن يكون البرنامج هذا هو البرنامج الوحيد اللي يكون فيه نقطة التقاء يعني بين نجوم الشعر في الخليج. وحنا بالمناسبة يعني نشكر الأخوان في تلفزيون قطر على الخطوة الجريئة. شكرا لك يا أخ معيض، وحنا نحييك على هذا الأسئلة الطيبة اللي صراحة تستحق من يعني يطرحها على شاعر. الله يطول في عمرك. ما أدري تجيب على أسئلة الأخ معيض. أول شيء أزمة القصيدة المحفوظة، على أن يعني القصائد اليوم ما تحفظ. القصائد أنت أظنك تكلمت عنها قبل شوي، ولكن نعم أنا مانع من إضافة يمكن شيء. نعم. بالنسبة للسؤال يطرح الأستاذ معيض، طبعا شاكر له هالمداخلة. أنا أحس يعني في السؤال هذا طبعا القضية ليست تعميم، لأنه في شعراء ويحفظ لهم قصائد ويحفظ لهم، لكن أعتقد أنه مع الضجيج اللي هو حاصل في الشعر الآن موجود، كثرة القنوات، كثرة القصائد، كثرة الغث مع وجود الإبداع والنادر، يمكن خلت الأذن الآن يعني ما عاد ترتاح. ليست من السهولة أن تمر قصيدة إلى ذهنية الشاعر، ولا نعتقد أنه فيه قصائد تحفظ وشعراء موجودين عندنا. نعم. السؤال الثاني يقول عن التعاون شعراء الخليج، يقول أن ما فيه تعاون، يعني على حسب ما فيه مشاركة. أنا ما أدري إيش رأيك أنت.
والله في تعقيب فيه أنا أقول إن فيه إن شاء الله تعاون. يمكن ربما هو يعني أقل من المطلوب حنا، لأن حنا كدول الخليج عائلة واحدة ما في شيء. يعني فيمكن المطلوب حنا دائما أملنا والرغبة عندنا أكبر يمكن من أنها تتحقق في شغلة في الالتقاء هذا. ولكن أنا أشوف فيه التقاء بدليل أنك كنت عندنا متواجد يا أبو محسن، تشرفنا في الجنادرية، وكذلك أيضا شعراء من السعودية في قطر أو شعراء من الكويت في قطر أو السعودية في قطر. فيه وأعتقد أن تقارب القصيدة واحدة هنا ولا في قطر ولا في الكويت ولا السعودية. هو أنا أظن أنا ألاحظ من أسئلة بعض الأخوان الشعراء اللي يتدخلون في البرنامج هذا أو في غيره، سنكمل إن شاء الله حديثنا. معنا استراحة ونكمل حديثنا إن شاء الله.